تعالي نشوف انت في اي مرحله من مراحل الدوالي، وخليكي معانا عشان اخر مرحله هي اخطرها. الموضوع ابسط مما تتخيلي. الدوالي ليها مراحل، وكل مرحله ليها علامه واضحه. اول مرحله تبقى شعيرات او عروق رفيعه خالص، شكلها بس اللي باين، وطبعا انت بتقولي ان دي مشكله تجميليه وعاديه. تاني مرحله العروق بتبدا تكبر وتبقى واضحه، ومعاها تبداي تحسي بتقل وشد في رجلك، وخصوصا مع الوقف. المرحله الثالثه ودي اللي بتكون شائعه بقى عند ناس كتير، ان رجلك تبدا تورم، وخصوصا في اخر اليوم، وتحسي انها تقيله ومش مريحه. ودلوقتي احنا وصلنا للمراحل الخطيره ومهم جدا تركزي فيها، ان لون الجلد يبدا يغمق ويبقى ناشف شويه، وده معناه ان الموضوع كبر اكتر. وبعد كده ممكن تتحول لقرح وجروح بتبقى صعبه في الالتئام ومؤلمه الى حد ما. كل مرحله في دول كانت في يوم من الايام حاجه بسيطه، بس كنت بتقرري ان خطوه العلاج تبقى على الهامش ومش دلوقتي. فالسؤال مش انت في انهي مرحله، السؤال هتستني لحد فين. ونصيحتي ليكي لو في علامه بدات تظهر خدي خطوه بدري. ابعت لنا رساله دلوقتي او كلمينا على 15 780.